تحية خالصة إلى كل متتبعين قناة نبض الشارع. مرحبا بالإخوة والأخوات. اليوم كالعادة جبت لكم فيديو لأثار انتباهي وخلاني محير شوية وحبيت أناقشه معكم. الفيديو هذا ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة والخطيرة اللي قام بها وزير الداخلية سعيد سعيود. رايحين تلاحظوا إنه كيفاه كانوا يعالجوا ملفات الفساد. صراحةً يعني كان نوع من التساهل، وهذا اللي خلّاني باه ندير لكم هذا الفيديو باه تشوفوا كيفاه يتعاملوا مع أصحاب النفوذ. وصراحةً يعني كانوا يعني متساهلين معاه أو مشاركين معاه، لأنه هذا الإنسان ممكن حبيبهم والّا عنده حبابه اللي فريمون كانوا عندهم واسطة اللي تخليهم أنهم ينهبون أملاك الدولة كما يحبوا. المهم ما نتأخرش عليكم ورايحين نشوفوا هذا التصريح الخطير بالنسبة لي. والله العظيم شوف، أنا مانيش نهضر على تيبازا، فهموا عليا مليحة. نهضر أنا ما رأيته في العديد من الولايات. كورت بأتم معنى الكلمة. كان عندي واحد المير في وهران، في بوسفر. هذه بوسفر كاع باعها كامل. إنسان كبير قريب 70 سنة في عمره. والله أنا يعني ما تقدرش تأذي إنسان كبير. حنين ياسر وزير الداخلية قال لك ما تقدرش ولا ما يقدرش أنه يؤذي إنسان كبير في عمره 70 سنة. مع العلم هذا الإنسان كان ينهب في أملاك الدولة، بيع الأراضي بطريقة غير قانونية. يا وزير الداخلية سعيد سعيود، القانون فوق الجميع. القانون ما يستعرفش بالسن ولا الجنس ولا الانتماء ولا شيء. لازم القانون يتطبق على حوافره. ما كانش فرق ما بين الفقير والغني، الصغير ولا الكبير. انت حاليا وش راح نقوله؟ شفت ظاهرة أو تصرف في نهب الأملاك الدولة، ولازم الضبطية تكون تديكلونشا الانفستيغاسيون. ما تستناش التحري، لازم يبدا من النهار الاول اللي سمعتوا عندكم الحقائق والوقائع والادله باللي هذا الانسان سي بون، لازم تبدا التحقيقات. علاه يعني الزوالي المسكين طبقوا عليه القوانين تاع سيدي ربي كل على جال انه لقيتوا عنده مخزون تاع الزيت تضربوه ب10 سنين؟ علاه عليكم برك. المهم نواصلوا. جو لي رابلي الوردر بالك واحد 10 مرات ما حبش. هنا وزير الداخلية أدان نفسه أمام القضاء. 10 مرات يعطي له التحذيرات باه يروح يبلغ بيه والله يقوموا بالتحقيقات عليه، يعطيه في مهلة تاع 10 مرات. والله حنين ياسر. يعني كون عندنا يعني مسؤولين كيما هكا البلاد هتخش في حيط. 10 مرات تنبهوا فيه. وش هذا يعني؟ هذا فوق القانون. التفسير الوحيد يا إما هذا حبيبكم والله هذا الإنسان عنده واسطة أكبر منكم وما كمش قادرين عليه، وانتم عندكم الأدوات القانونية اللي تسمح لكم أنكم توقفوا هذا الإنسان عند حده. نواصلوا. واحد النهار كنا في لجنة أمنية موسعة، كان معنا السيد النائب العام وكان معي لي سيرفيس سيكوريتي. تلاقينا في المكتب عندي، قلت لهم الله يخليكم اليوم نحكموه نخوفوه شويه باش ما يبطل الطبيعه هذا، باش ما نديروش الهمس. انسان كبير. هاكم تسمعوا. قال لك واحد النهار النائب العام والوالي واللي سيرفيس سيكوريتي حبوا يديروا مش اجتماع مغلق،
يجيبوا هذا لو مير هذا تاع بوصفر، لانهم هذا هما ناس ملاح وحنان ياسر وشفقوا عليه، انسان كبير باي ما يخشش الحبس، حابين يخلعوه. ازدواجية في المعاملة، يعني احنا ما عندناش قضاء، ما عندناش يعني اساليب اخرى قانونية اللي تقدروا انكم هذا الانسان تخلوه قدام الامر الواقع. وهذا ما يؤكد بان التورط هو هنا ثاني زاد ورط روحه، وزاد ورط النائب العام، وزاد ورط حتى لي سيرفيس سكري على مستوى الولاية انديريكتومون، باللي هذو الناس كانوا متساهلين في قضية اختلاس او تبديد المال العام. وهذا المير كان يبيع في الأراضي، يعني ازدواجية في المعاملة. الخلاصة كما نعاودوا نرجعوا ونقولوا باللي هذا الإنسان يا إما حبيبهم ولا إنسان عنده واسطة خشينة كما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا، فهمتوا؟ حتى الطرح نتاع هذا لو مير، وش راح نقول لكم، الوالي اللي كان وزير الداخلية كان والي في هذاك الوقت، يبين أنه مسؤول يتعامل بطريقة مزدوجة، وهو حاب يبين روحه باللي راهو إنسان قوي وإنسان يعني يدير الصورة هذيك الكونكوارا وسيتا نوم يعني ميشون ويحب القانون. لا يا أخويا، أنت ماكش مع القانون، بالعكس أنت ضد القانون. والمشكلة الغباء أنه يدين نفسه وزاد دخل حتى الناس اللي معاه، زاد دخلهم في حيط. خلوا نزيدوا نواصلوا ونشوفوا. والله يا سيدي النائب العام كيما يحكي لك، قالوا لي دخلنا درنا لا كوميسيون، سي كوميسيون إلاجي، كملنا، سمحنا للناس الاخرين راحوا، قعد هو معنا، قلت له قعد نحتاجوك، قعد، قلت له يا ودي انا راني درت لك دي رابيل لوردر، راك مازال في نفس الوضعيه، راك ما حبيتش تبطل الدعوه الشر والخدمه هذه اللي راك تخدم فيها، ماني ندير والو ماني كذا. قلت له ودي كيفاش ما كدير والو، احنا رانا عندنا قلت له سيد العقيده ومعنا تاع جدرميه، برك يعطيك بالتفاصيل الممله، وراني درت لك الرابيل دو لوردر، والرابيل دو لوردر هذا عطيتك، قلت لك علاش هذه برك شويه انت انسان كبير وكذا. المهم بدا يخشن علينا في راسه وكذا. النائب العام قال له التهم هاي والعقوبات هاي. قسما بالله غير خرج من عندنا زاد راح باع. اقسم بالله العلي العظيم. انا اللي راهو محيرني الجموع اللي راهي كانت حاضره في هذا التنصيب والي تيبازا، عليه راكم تضحكوا؟ هذه ما هيش نكته، هذه خيبه امل. هذا انسان راهو يحكي لكم عن التواطؤ نتاعو في قضيه فساد. هذا الانسان بين انه ضعيف كمسؤول. الوقت احنا ديما يعني سبحان الله يدين نفسه من الغباء، يدين نفسه، وزاد ثاني أدان الناس اللي كانت تتعامل معه في القضية هذه. الازدواجية في التعامل هنا باه تشوفوا أصحاب النفوذ يديروا وش يحبوا في البلاد هذه. القانون موش فوقهم، هما اللي راهم يعفسوا في القانون، ما يطبقوش، بالعكس يطبق على الزوالي. باردين القلب، تضحكوا، يحسبوا فيها نكتة. غباء فما فوق الغباء، وزير يدين نفسه في الفساد. نورمالمون كان ان ماجسترا اللي يكون وطني وعنده يعني ما يخافش، يروح يديكلاري ديكلونشي اون انكات اوتوماتيكمون، هذه تخرج كيما هك، ما تحتاج الى دعوة قضائية. لازم هذا المسؤول يتحاسب كوزير، ولا حتى عنده الحصانة تتنحى، لازم يتليموجا، والله كي عاد عنده علاقة ارتباط عائلي مع الرئيس الجمهورية ما يتقاسش، أو منساب مع بعضهم بتكونوا على بالكم. ولا عمر صرات في العالم أنه وزير عنده حقيبتين. وشي أنت سوبرمان؟ ما كانش منها هذه الحكاية هذه. يزونا من الاستحمار المواطن الجزائري.
لا أنت قوي ولا عندك كاريزما ولا عمرك كنت إنسان في المسؤولية. أنا بالنسبة لي هذا الدليل القاطع لتواطؤك في عملية الفساد. انديريكتومون راك ديكلاريت أدنت روحك. إلى متى؟ المهم، تحيا الجزائر ويحيا الأحرار. المهم هذا الفيديو إن شاء الله يكون عبرة، والناس يعني تستوعب درجة الخطورة اللي رانا عايشين فيها. العصابة يقول لك راهي راحت، وزدنا غرسنا في عصابة أخرى. حبوا يديروا يعني يخلقونا باللي راهم خدامين وهما ما كان والو. احنا ماناش نمشوا لقدام، بالعكس رانا نديروا خطوة لقدام 10 لورا بهذه النوعية من المسؤولين اللي ما عندهمش حتى حس وطني ولا غير على الوطن. المهم خاوتي، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. وش راح نقول لكم؟ ربي يكون يعون في هذه البلاد، ربي يحفظها من هذو الناس اللي سوا ديزون هازين راية الوطنية. وما يغركمش الأبواق اللي راهي منتشرة في السوشيال ميديا، توتي بون كلش مليح ورانا طري بيان. ما يغركمش، هذوك الناس راهم بايعين ضميرهم من حاجة على جال لي فيو. احنا ما ندوروش على لي فيو، احنا بالعكس احنا نحبوا أن تكون كان توعية للشعب الجزائري على قد ما نقدروا نوصلوا الميساج. الحقيقة لازم توصل للشعب الجزائري. المشروع هذا اللي بداه الرئيس مشروع فاشل. إلى اللقاء إن شاء الله في موعد آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.